يتعلق بتزويد أوكرانيا بشكل مباشر، فإن هذا الموضوع ما زال قيد الدرس ولم يتخذ كقرار مهم. نهائي. مهم. أستاذ المقراني، برأيك ما الذي يكشفه هذا التباين الفرنسي أو هذا الحذر عفوا الفرنسي الألماني فيما يتعلق بدعم كييف عسكريا؟ إذن الدعم المباشر من سواء من فرنسا عبر شاهدنا كل ذلك الحديث واللغط حول دبابات لوكير الفرنسية، وكذلك خاصة اللغط في الأيام القليلة الماضية حول دبابات ليوبار. إن دعمت فرنسا وألمانيا مباشرة الأوكرانيين بهذه الدبابات، أعتقد أنهم قد يفقدون فرصة هامة في مواصلة الحوار، في مواصلة التفاوض مع الجانب الروسي. نعلم جميعنا أن على مستوى القانون الدولي دعم أوكرانيا بالأسلحة مهما كانت أسلحة خفيفة إلى حد أن نصل إلى الدبابات والمدرعات لا يعتبر مشاركة في العداوة، لكن على المستوى الدبلوماسي وكذلك على مستوى العلاقات الدولية قد تقطع أي سبل للتواصل بين فرنسا وألمانيا من جهة والجانب الروسي في الجهة المقابلة. لكن كل هذه الحوارات والنقاشات تحيلنا كذلك إلى مدى التنسيق الدفاعي والعسكري في داخل الفضاء الأوروبي، وخاصة موضوع اليوم نتحدث أساسا في موضوع اليوم حول التنسيق الفرنسي الألماني والأزمة الأوكرانية الروسية حاليا وضعت على المحك التنسيق العسكري الألماني في الفرنسي، باعتبار أن النموذج الأصلي هو نموذج للاندماج الاقتصادي، نموذج للتقارب الثقافي والسياسي. ونعلم جميعنا أن اتفاق الإليزي عند الاتفاق عليه بين دوغول من جهة وأديناور من جهة أخرى كان اتفاق من جهة الفرنسية يحث أو يدفع نحو التقارب، خاصة التنسيق على مستوى الدفاع والعسكري، في حين أن نذكر جميعا أن نتذكر جميعنا أن الجانب الألماني ومختلف التحويرات التي أدخلت على الاتفاق حينئذ اعتبرت أن التنسيق الألماني الفرنسي على المستوى العسكري يكون في إطار أوسع وأشمل وهو اتفاق الناتو. وبالتالي أعتقد أن كل هذه المسائل التي تم تأجيل النظر فيها منذ 1963 طفت إلى السطح مجددا في علاقة بالأزمة الحالية. دعنا نرى يعني نظرة مراقب. نعم محمد آدم المقراني، يعني ماذا أمام باريس لكي تقوم به ربما لتجديد هذا العقد أو لكي تتقدم من ألمانيا ربما يعني زوج شاب ربما يبث شيئا من الحرارة في هذه العلاقة، لأنه واضح أن فرنسا هي المعنية أكثر بالإبقاء على هذه الوحدة مع ألمانيا. نعم، يعني التحديات هي أكثر بالنسبة لألمانيا، وهامش التحرك هو مفتوح أمام فرنسا، باعتبار أن ألمانيا هي تقريبا على الجبهة باعتبار أن ألمانيا تشارك حدودا شرقية معناتها لها أكثر امتداد على مستوى شرق أوروبا من فرنسا، وبالتالي ألمانيا اليوم متضررة بشكل كبير من الحرب، باعتبار أن إمداداتها الغازية متأتية أساسا من الجار الروسي، والجار الروسي يساوم حاليا الألمان، باعتبار أن الألمان على المستوى الطاقي يعيشون بعض الصعوبات. في الجهة المقابلة الفرنسيون هم مدعون لأكثر ليونة سواء على الجانب الطاقي أو على الجانب الدفاعي. على المستوى الطاقي نعلم جميعنا مدى التباين على مستوى السياسة الطاقية بين ألمانيا وبين فرنسا. ألمانيا تركز مزيجها الطاقي، يعني الميكس انرجيتيك تركزه على سواء على الطاقات النظيفة أو خاصة على الغاز، بينما فرنسا تعمل على النووي. وبالتالي نجد أن هذا التباين شق وحدة الصف بين ألمانيا وفرنسا على مستوى كذلك الدفاعي أو على المستوى السياسي، ثم نتطرق فيما بعد إلى المستوى الاقتصادي. على المستوى الدفاعي نلاحظ أن فرنسا وخاصة مع ماكرون يريد أن يستعيد يعني لابوستور، يريد أن يستعيد موقف دوغول في علاقة باستقلاليته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا الاستقلالية الدفاعية في الاستراتيجية الدفاعية. نعم، نعلم أن بين الحرب العالمية الثانية فرنسا كان على التراب الفرنسي عدة قواعد أمريكية، وطلب الجنرال دوغول في أثناء حكمه انسحاب الأمريكان من التراب الفرنسي. في الجهة المقابلة الألمان إلى حد اليوم ما زالوا محافظين على حد أدنى من الترابط مع أمريكا، والألمان يرون أن مستقبلهم الدفاعي يتم في خلال حلف الناتو وضمن هذا التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما فرنسا ترى نفسها
يعني ضمن استراتيجية دفاعية أوروبية. وبالتالي أعتقد أن هذه الشراكة الألمانية نعم، لكن هذه الاستراتيجية الدفاعية هل يمكن أن تثمر في مكان ما دامت ألمانيا أيضا مرة في كل سياستها الدفاعية أو يعني تحديث جيشها لا تعتمد أبدا على فرنسا أو على أوروبا؟ كما أشار إلى ذلك، وهناك أوروبيون كثر أيضا يفضلون خصوصا بعد الحرب في أوكرانيا ربما أصبحوا يراهنون أكثر على حلف الناتو، بينما فرنسا دائما ربما كانت أقل ترغب باعتماد أقل على الناتو. نعم، كما أشار إلى ذلك سيد سليمي، يعني أشار إلى أن ألمانيا هذه السنة خصصت اعتمادات كبيرة، يعني ضاعفت، يعني هي ضعف الاعتمادات الفرنسية العسكرية. وبالتالي ألمانيا، يعني سنتحدث فيما بعد على مستوى بقية الأوروبيين، لكن ألمانيا بلغت درجة من الوعي استنتجت من خلالها أن لم يعد بإمكانها التعويل 100% على الدعم الأمريكي. وبالتالي اليوم نجد أن الألمان سيستثمرون في إعادة إحياء جيشهم. نعلم أن ألمانيا بعد 1945 لم تعد تعول كثيرا على مستوى السياسات الدفاعية. وبالتالي أعتقد أن الثنائي الألماني الفرنسي اليوم يحتاج إلى انطلاقة جديدة ودفع جديد في صلب الاتحاد الأوروبي، باعتبار لا ننسى أن الاتفاق الإليزي في 1963 تم إمضاؤه وتم الاتفاق عليه ضمن ما يعرف بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت أقل عددا وأقل عمق من اليوم. وبالتالي اليوم في ظل هذا الاتحاد الأوروبي المتمدد والمتوسع، أعتقد أن الثنائي الألماني الفرنسي يحتاج إلى دعم من عدة دول أخرى أوروبية، تتحدث بعض وسائل الإعلام نعم. عن طيب، أستاذ حسن منيمني، قلت قبل قليل بأن مع فرنسا مثلا أردت التفاعل مع الأستاذ حسن. أردت التفاعل مع الأستاذ حسن في علاقة من وجهة النظر الأمريكية، وكما أشرت إلى ذلك منذ قليل ويحدثنا من وراء المتوسط من وراء الأطلسي. هل من وجهة نظر أمريكية يمكن إدماج أوروبا الشرقية وأوروبا الشمالية في استراتيجيات دفاعية أوروبية؟ لاحظنا اليوم أن يعني رغبة السويد أو رغبة فنلندا في الدخول إلى حلف الناتو بين شد وجذب، بين معارضة تركيا في بعض الأحيان. وبالتالي هل من وجهة نظر أمريكية يمكن لأوروبا الشرقية والشمالية أن تندمج ضمن الحلف الدفاعي الأوروبي، خاصة أن هنالك بعض من عدم انعدام التجانس على مستوى السياسات بين أوروبا الشرقية؟ نتحدث أساسا على بولندا والمجر مع البلدان القوى التقليدية ضمن الاتحاد الأوروبي، وأساسا ألمانيا وفرنسا. السؤال وجيه جدا، بل هذا هو موضوع الخلاف بين التوجهات القائمة هنا في واشنطن سنوات من الإعداد وليس الآن. محمد أيضا. أنا أردت التفاعل مع الأستاذ سليمي في علاقة، يعني هو كيف الصراع وصنفه باعتباره صراعا روسيا أوروبيا، لكن أعتبره في الحقيقة الأمر هو صراع روسي أمريكي على أراضي أوروبية في نهاية الأمر، باعتبار أن الصراع في البداية انطلق على أرض أوكرانية في ظل تمدد حلف الناتو ونفوذ الأمريكان على مستوى أوكرانيا. وأعتقد أن هي للمرة الثانية على التوالي يعني الأوروبيين يجدون أنفسهم تجاه يعني تبعية أو مساومات أمريكية. نذكر أن في الحرب العالمية الثانية أوروبا وجدت أنفسها، يعني تشرشل آنذاك، يعني بريطانيا آنذاك، وجدت أنفسها في مواجهة عدوها، يعني حينئذ كانت النازية الألمانية. وبالتالي واحتاجوا في وقت متأخر فيما بعد للدعم الأمريكي. وبالتالي أعتقد أن الصراع هو صراع روسي أمريكي، وفي نهاية الأمر أوروبا من ورائها نتحدث أساسا عن الاتحاد الأوروبي. أوروبا هي يعني ساحة الصراع، والأوروبيون هم وقود لهذا الصراع. لا أعتقد بأن وجهة النظر الأمريكية متفقة مع هذا على الإطلاق، لا بل الرمادية إن صح التعبير. طيب، يعني بالتالي أليس غريبا كل هذا التردد، يعني أتوجه إليك بسؤال محمد آدم المقراني، أليس غريبا كل هذا التردد، كل هذا الحذر الفرنسي الألماني يعني إرسال عدد محدود من الدبابات الثقيلة والمقاتلة لكييف؟ نعم، في نهاية الأمر فرنسا وألمانيا كما تم التأكيد على ذلك خاصة من الجانب الفرنسي. الفرنسيون يؤكدون على الحوار ويعتبرون أن الحل النهائي لهذا النزاع سيكون بالحوار. يعني الإطناب في تسليح الأوكرانيين قد ينقلب للضد، وقد يؤدي إلى قطيعة مع الروس، وقد يذكي نار الحرب، خاصة كما أشار إلى ذلك الأستاذ سليمي. يعني أن نتيجة هذه الحرب في النهاية هذه الحرب قد لا تنتهي بهزيمة عسكرية على مستوى التكتيكات العسكرية، لكن هزيمتها ستكون على مستوى الاقتصادي
الاقتصادي بالنسبة لروسيا، خاصة وأن روسيا في نهاية الأمر هي قوة عسكرية، هي القوة العسكرية ضمن أكثر من أي شيء آخر. نعم، هي قوة عسكرية وقوة نووية، وبالتالي الاثنين في تسليح الأوكرانيين خاصة بأسلحة متطورة بالنسبة على مستوى المدرعات وعلى مستوى هذه الدبابات قد يقطعوا أي سبل للتواصل مع الروس. والفرنسيون ومن ورائه الألمان يعلمون شديد العلم أن على المستوى العسكري هم يريدون تقليص التمدد الروسي على مستوى العمق الأوكراني أكثر منه هزيمة روسيا عسكريا، وهو ما لا يمكن أن نتقبله اليوم في ظل المنطقة العسكري وما هو ما تفرضه كذلك حقيقة موازين القوى العسكرية اليوم. لابد نتعلق بأن التضحية بالموقف المبدئي لاعتبارات تجارية هي حاصلة. علي أن أشير هنا أنه بطبيعة الأحوال الأمر ينطبق على الولايات المتحدة كذلك. لكن أستاذ حسن، في يعني تقدمون الوضعية لأنه هنالك انسجام تام بين الأمريكان والأوروبيين من جهة المقابل، لكن في نهاية الأمر على المستوى الاقتصادي تجاوزنا النقطة العسكرية. نلاحظ أن مختلف التشريعات والتوجهات الأمريكية خاصة على المستوى الاقتصادي في علاقة بالترفيع أو بالغلو على مستوى الحمائية الاقتصادية الأمريكية من شأنه أن يهدد هذه الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا من جهة والاقتصاد الأوروبي من جهة أخرى. وصاروا الفرنسيين والألمان ينظرون بعين الريبة لهذه التوجهات الاقتصادية الحمائية الأمريكية، يعني لكن ليس بنفس الدرجة. نعم. أيضا نعم. هذه مشكلة أخرى تتعلق نعم. بالثنائي الألماني الفرنسي. نعم. ليس لدى ألمانيا وفرنسا نفس الحساسية تجاه السياسة التجارية الأمركية. نعم، في نهاية الأمر يعني في نهاية الأمر المستوى يعني التقارب بين أمريكا وألمانيا وفرنسا هو مختلف، وهذه التباينات تفت على السطح في الأشهر القليلة الماضية. لاحظنا أن في ألمانيا حاولت البحث بصفة انفرادية، يعني بصفة أحادية، عن شراكات خارج الفضاء التقليدي. يعني لاحظنا زيارة المستشار الألماني شولز، يعني من هنا يمكن أن نركز على الجانب الاقتصادي، كيف ذهب شولز إلى بكين في شهر أكتوبر الماضي، وكيف لم ينسق مع الأوروبيين، وكيف أن مجلس الوزراء المشترك بين الفرنسي الألماني تم إرجاؤه وتم الاكتفاء حينئذ بمجرد لقاء قمة بين ماكرون وشولز. وفي الجهة المقابلة الفرنسيون يحاولون التفاوض باسم الاتحاد الأوروبي، يعني الفرنسيون يحاولون الحفاظ على وحدة الصف الأوروبي على مستوى أخذ القرار الاقتصادي، وهو ما بين لنا كمتابعين هذه الفرقة على مستوى لكوبل، يعني هذا الثنائي الألماني الفرنسي. يعني فقط نقطة صغيرة، يعني الفرنسيون ينظرون لهذا الثنائي بنظرة شاعرية، هو كوبل يعني تماما، هو يعني بمثابة الزواج، لكن الألمان هم أكثر براغماتية ويعتبرونه المحرك الفرنسي الألماني. يعني وصل الأمر بالرئيس الفرنسي بالأمس لوصف العلاقة بين البلدين بأنه ألمانيا وفرنسا يعني روحان في جسد واحد، أما هيك مبالغ فيها شوي. طيب منصف السليمي، يعني عندما